طب بص يا نجم، النهارده هحكي لك عن واحد من اذكى واصيع النصابين في العالم. اشتغل طيار، محامي، دكتور، ومدرس في جامعه. كان بيزور شيكات على خفيف لحد ما وصل قيمه شيكاته 2.5 مليون دولار. كان ملفف الاف بي اي حوالين نفسهم، وقال في كتاب عمله اسمه كاتش مي اف يو كان: انا كنت مليونير لاكتر من مره، اجيب فلوس واصرفها على العربيات الرياضيه والاماكن الفخمه ومع المودلز. والمعلم ده عمل الكلام ده كله وهو عنده 17 سنه. رحبوا معايا بالمعلم فرانك ويليام أبيجنيل وحكايته، واللي ما اعتقدش ان هي كانت هتنجح لولا لما الفيلم اتعمل. والدليل ان تكاليف انتاج الفيلم كانت 52 مليون دولار والعائد كان 352 مليون دولار. حكاية الفيلم بدأت لما فرانك نشر الكتاب، واللي نال إعجاب ناس كتيرة جدا. مش غريبة شوية انك انت ما سألتش نفسك هو ازاي بره السجن؟ يعني عمل كتاب ومقابلات وفلوس ونصب. ما تقلقش، هقولك في آخر الفيديو. المهم، من الناس اللي عجبهم الكتاب واللي عجبهم حياة فرانك واحد اسمه ستيفن سيبلرينج، وده واحد من أعظم مخرجي هوليوود وقتها. ومن كتر ما هو جامد اترشح إن هو ياخد جائزة الأوسكار 19 مرة وأخدها 3 مرات. والدليل على إنه جامد إن هو مؤسس واحدة من أعظم شركات الأنيميشن دلوقتي، دريم وورك. I just love the smell of fear. وهنا كان عنده مشكلة في مين يمثل، لأن المخرج كان عايز واحد عمل شخصية حقيقية ويكون شجاع ومتمرد وفي نفس الوقت يعرف يكون رومانسي. وبصراحة بعد ما المثلث ده اتعمل، المخرج عرف مين بالظبط اللي هيكون الممثل، وهو ليوناردو دي كابريو. ولو ما فهمتش ليه، مثل دور تاريخي وكمان شجاع رومانسي ودور البطل التاني واللي هيسد باقي الفيلم مع ليوناردو. فكان مطلوب من المخرج ان هو يجيب حد يعرف يوصل لك بتدرج مشاعر من الجد ومحاولة ان هو يخلص شغله وانه يقبض على فرانك، لان هو يوصل لانه يتعاطف معاه وكمان يبقى صاحبه. فجاب توم هانكس، واللي بالنسبة ل 2002 توم هانكس كان اختيار عظيم جدا ان هو يخش الفيلم. والفيلم بيبدأ بمقابلة حصلت في الحقيقة مع فرانك. Number 2. My name is Frank William Abagnale. And number 3. My name is Frank William Abagnale. ولكن بنبدأ من ورا شوية، ويبدأ الفيلم يعرفك على أبو فرانك وإن هو راجل مثابر ومجتهد، لدرجة إن هو خد عضوية مدى الحياة في نادي الروتاري، أتمنى أكون نطقت اسمه صح. ودي منظمة دولية خيرية وبتكون رمز للمكانة الاجتماعية العالية وللسمعة الطيبة، واللي بيديله الجايزة واحد من أعز أصحابه. وفرانك بيكون مبهور جدا بأبوه، وبيكون واضح جدا إن هو متأثر بيه. وهنا حياة فرانك بتكون هادية، أب سعيد وأم سعيدة وبيت هادي. ولكن بتحصل مشكلة مع الأب، وبيكون أول درس يتعلمه فرانك ساعتها. فالأب بيصحي فرانك المشوار في البنك، ولكن مفيش بدلة لابنه، فراحوا محل البدل واللي كان قافل، والست كانت مصرة تسيب المحل مقفول. والأب قعد يتحجج إن هو جده مات ولازم ابنه يكون معاه بدلة سودة، ولكن هي مصرة، فبيعمل حركة صايعة فشخ. Is this yours? وفعلا بياخد البدلة ويقول لابنه انزل وافتح لي الباب. ونزل الأب ودخل البنك على أساس إن هو ياخد قرض، وكان بيحاول يبين نفسه حد ابن ناس علشان ياخد القرض، ولكن بيترفض ويخرج. وفرانك بيقول له ليه يا بابا الشغلانة دي كلها؟ البدلة والعربية وحتى الاتنين مش بتوعنا. وهنا بيقول له إنه من السهل إنك أنت تخدع الناس بمظهرك وابتسامتك. وبعدها بحبة أبو فرانك معرفش يسد الفلوس اللي عليه لأنه ما خدش القرض من البنك، فبياخدوا البيت بتاعه وبيضطر يعيش في بيت أقل ومدرسة لفرانك أقل، واللي أول لما دخلها واحد رخم عليه، وبسبب ده ظهرت نتيجة أول درس اتعلمه من أبوه. فهو دخل بكل ثقة الفصل وكتب مستر أبيجنيل. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale. وطلع الواد علشان ينتقم منه ويقرأ من الكتاب. وهنا بتيجي المدرسة الاحتياطية وهو بيقول لها لا أنا المدرس الاحتياطي، وفي الآخر بيتكشف، ودي بتكون ردة فعل أبوه. وبعد فترة الظروف بتزداد صعوبة على أبو فرانك، والأم زي أي زوجة مخلصة سابت جوزها واتطلقت، وفرانك بقى قدام اختيارين، يا يعيش مع أمه أو أبوه. وكان ده بالنسبة لفرانك كابوس، فبيسيب البيت ويجري. ومن هنا بتبتدي الحكاية. ففرانك كان عنده 16 سنة، ساب البيت ولقى نفسه في نص نيويورك. And as I went in and looked for employment, people would say, how old are you? I'd tell them I was 16. They wanted to pay me $1.25, $1.50, and I realized I couldn't support myself in New York on that amount of money. So I decided to advance my age. I always looked a little older, so I started saying I was 26 years old. People started paying me a little more money.
ولكن صاحب الفندق بيطرده، وده لأن هو كان بيديله شيكات مزورة. but not enough to support myself. So I got into the habit of starting to write personal checks without having any money in the bank. وهنا فرانك خارج على الحديدة، لا فلوس ولا مكان ينام فيه ولا عارف يعمل ايه. وهنا بيظهر له من العدم النجدة بتاعته، وهو طيار خارج، ولقى ان معاملة الناس ليه جميلة جدا، فقرر ان هو يكون طيار. وهو ده السبب اللي الفيلم ورهولك، ولكن الحقيقة ان هو لما بدأ يزور شيكات بقى مطلوب من الشرطة، فكان لازم يسيب نيويورك في اقرب وقت. For me to leave New York since the police were looking for me not only as a Good runaway time to leave. but وفعلا بيتكلم مع الدعم بتاع شركة بنام للطيران علشان ياخد بدلة الطيران ويجمع معلومات عن الطيارين علشان يظبط الدنيا هناك. وكده بقى جاهز ولبس البدلة ومشي بثبات وضحكة والناس صدقوه. وفرانك بدأ يعمل شيكات مزورة ويصرفها في البلاد كتير اللي بيسافر فيها. وهنا بيظهر العميل كارل اللي هو توم هانكس، ويوري لك ان هو جد لما كان مع زمايله في العربية وواحد كان بيقول نكتة والتالت ضحك، فهم الاتنين استغربوا ان كارل ما بيضحكش. ولما سألوه قال لهم ان هو بيحب يركز في الشغل، وعلشان يحاول يفهمهم ان هو مش قفل ومش رخم قال لهم نكتة بس في الاخر شتمهم. Knock knock. Go fuck yourselves. وهنا بعد ما كارل بيستلم مهمته بيعرف بعديها مكان فرانك وان هو في اوتيل، ويخش علشان يقبض عليه وماسك السلاح. وهنا انا وانت متوقعين انه يبقى فيه شوية اكشن ومطاردة بقى والحاجات بتاعت السينما دي، ولكن لا. كارل كان موجه المسدس للباب وبيقول له اخرج حالا، والمعلم خارج هادي وبيقول له هو انت فاكر نفسك الوحيد من الاف بي اي اللي جايين يقبضوا عليه؟ انا اسمي باري ألين. ويكمل كلامه على فكره انا زميلك، خد البطاقه ولا اقول لك خد المحفظه كلها. ومن ذكائه بيخليه ما يلحقش يشوف المحفظه ويصرف انتباهه، وبيقول له انا هنزل وعربيتي فيها زميلي هناك اهو لو مش مصدقني، وهاخد الحاجات دي احرزها وجاي تاني. وهنا انا حرفيا صدقت ان هو زور كارنيه او حاجه زي كده، ولكن في الاصل ما كانش فيه كارنيه. سلام ابو حوده حلو. وهنا رسالة المخرج بالنسبة لي وضحت، وهو ان هو الهدوء والذكاء الانفعالي وشوية ثقة هتخلي الكل يصدقك. وبالصدفة فرانك بيعرف ان هو بقى مجرم مطلوب لما بيلاقي اسمه المستعار في الجرايد. وهنا فرانك بيضطر يغير الاسم بتاعه ويكون اسمه دكتور كونر، وبالفعل بنفس الطريقة والهدوء والضحكة والثبات وقع الكل تاني، وكمان وقع البت دي في حبه وهو نفسه حبها. فراح يشوف أبوها. المهم الأب بيقفش إن هو نصاب وبيقول له Tell me the truth, Frank. والنبي انا اسف، والله العظيم انا والله العظيم 3 اسف. وهنا بيقول له ذاكر الكتاب ده وهتشتغل معايا. ونرجع لكار واللي كان معلق في دماغه اسم باري ألين، وكان في الكافيه بيجمع معلومات عن كل اللي اسمهم باري ألين علشان يحاول يوصل لخيط، لحد ما شاب صغير كده شغال هناك قال له اوف انت معلم على كل اسماء باري ألين، انت شفت الكوميك الجديد ولا ايه؟ وبيمشي. وبعدها كارل بيفهم وبيجري على التليفون ويقول لزميله ان احنا بندور عليه، ده مش راجل كبير ده عيل صغير، شوف لي كل البلاغات عن العيال الضايعه. وبعد ما زميل كارل جاب الاسماء وبدا يشوف كل البيوت اللي فيها طفل عنده 17 سنه وبالفعل بيلاقيه. فكارل وزمايله بيروحوا للام واللي كانت بتحكي عن نفسها شويه، وكارل بيخش وبيقول لها ان احنا بندور على مزور، ولكن الام ما بتبقاش فاهمه وبتقول لها انا ابني بس ساب البيت ومعاه $1000، وان ابني بعد ما اتطلقت مع ابوه هو حاسس بالوحده وجري وهرب. هو انت شفته مثلا في مستشفى او في اي مكان زي كده؟ وكارل بيبدا يحقق مع الام نفسها يعرف هي كانت فين او منين، وبتقول له ان هي كانت في قريه صغيره اسمها مون ريتشارد في فرنسا، وهناك اتعرفت على ابو فرانك واتجوزته. وكارل بيقول لها طب ورينا صورته، وبالفعل بيعرفوا. فالام بتخاف وبتحس ان ابنها في خطر، فبتقول له لو الفلوس اللي هو خدها قول لي هي قد ايه وانا هدفع لك. فقرب منها وقال لها مدام ابنك عليه $2.5 مليون. وبيروح كارل للأب بنفس الطريقة، ولكن بيقفش الرسائل اللي بينه وما بين ابنه وبيعرف مكانه. وبيكون ساعتها فرانك اشتغل في المحاماة وهيتجوز البنت، وكمان بعت لابوه مكانه والفرح، ودي الرسالة اللي كارل شافها. وفرانك خلاص بيفهم ان هو اتقفش، فبيقرر يهرب بنص الفلوس ويدي نص الفلوس التاني لحبيبته ويقول لها على انه نصاب، وبيتفقوا على ميعاد وبيهرب. وعايزك تجهز نفسك لأصيع واخر حركة فرانك عملها. فبيروح في الميعاد ولكن بيهرش ان هي بلغت عليه، فبيمشي وبيتصل من التليفون ان هو من شركة بنام، وان الشركة عاملة اختبارات توظيف لمضيفات الطيران في الجامعات، وبينقي احلى 8 مضيفات وياخد طيارة ويهرب لفرنسا. وبعد 7 شهور قعد يصرف الشيكات بنفس الطريقة في دول كتيرة جدا، لدرجة ان الاف بي اي فقدت الامل، وكارل واقف عاجز قدام الشيكات المضروبة وبيفكر كم مرة فرانك كان اذكى منه. ولكن هنا بتحصل الحركة بتغير كل حاجة.
فكارل بيروح لمطبعة فلوس علشان يعرف على الأقل إزاي يوعي الناس عن الفرق ما بين الشيك الحقيقي والشيك المزور. ولكن الراجل صاحب المطبعة بيستغرب جدا إن الشيك ده شبه الشيك الحقيقي بالظبط، وبيقول له إنه مفيش مطبعة عملت الورق ده إلا إحنا، وحرفيا هي مش موجودة غير في فرنسا وألمانيا وإنجلترا. وهنا كارل بيقفش الحقيقة، وافتكر معايا كده، وبيروح بالفعل يقبض على فرانك. وهنا في حتة حلوة جدا، وهي ان الضابط اللي قبض على فرانك في الفيلم هو فرانك الحقيقي اصلا. وهنا خلاص فرانك اتحكم عليه بالسجن وعرف ان هي جيم اوفر. وبيقول للكارل وهو في الطيارة راجع لبلده ممكن لما ارجع المطار اكلم بابا. فكارل بيقرب منه وبيقول له ابوك مات. وهنا فرانك بيكون مصدوم وقاعد يدبدب لانه ابوه وصاحبه مات، وبيطلب يروح لحمام. وبعد 5 دقايق فرانك افتح، فرانك واللي بيكون هرب على بيت امه وشاف بنت، فبيقول لها انت بنت مين انت يا شاطره؟ فبتشاور على امه. وهنا اخر امل لفرانك بيتبخر وبيتقبض عليه. ولكن في الحقيقه مش ده اللي حصل، لان فرانك لما هرب من المطار اول حاجه هو ما هربش من الحمام، هو هرب في محاوله ان هو يحجز تذكره من كندا يروح البرازيل. انت متخيل؟ المهم علاقه كارل وفرانك ما بتنتهيش، فكارل بيبدا يزور فرانك كل سنه في السجن، واللي بالصدفه بيطلع شيك ويقول له بص في حد بيقلدك اهو عامل شيكات مزوره. وفرانك بيبص على الشيك وبيقول له طبعا مزور، انت مش عارف العيوب، وبيقول له على العيوب كلها. وهنا كارل بيستغرب ويقول له شكرا ويمشي. وبعدها بحبه كارل بيجيب زميله ومعاهم شويه شيكات مضروبه ويبداوا يختبروا فرانك، وفرانك فعلا بينجح في الاختبار. وهنا كارل بيقول له على فكره انت تقدر تشتغل معانا ونخرجك احنا من السجن. وهنا فرانك بيوافق. ولحد هنا بالنسبه لي الفيلم خلص، لان في لقطه تانية هبقى اسيبها لك لو انت حبيت تشوفها، بس انا ما اشتريتهاش اصلا. وفي الحقيقه فرانك وكارل كانوا من اعز الاصدقاء لحد وقتنا هذا. وكمان فرانك ساعد البنوك في الاحترازات الامنيه بسبب ان الشيكات ما تتزورش، وخلص الفلوس اللي عليه. وكده انت عرفت هو ازاي ما اتسجنش. واعتقد رساله المخرج وضحت. يعني تخيل لو انت رايح انترفيو كل اللي انت محتاجه ابتسامه وثبات وتقول المعلومات اللي عندك. واحد حرفيا ضحك على العالم وهو ما عندوش اي معلومه. وقبل ما اقفل الفيديو حابب اقول لك ان احنا بنستريم على كيك خميس وجمعه وسبت من الساعه 10 بالليل، واكيد هنبقى في العيد علشان انا ما عنديش حياه، مفيش حد عزمني على حته اخرج فيها فقاعد العب ريزيدنت ايفل لايفلس. المهم احنا دلوقتي بنختم ريزيدنت ايفل من الجزء الثاني لحد اخر جزء. اتمنى تكون عندنا هناك في الاستريم. وبس كده، تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.